المدرسة بقيادة الأستاذ سناء عبد. بكرة يا حلوين حفلة عيد الأم، كل واحد يجيب هدية لمامته، فالهدية في قيمتها المعنوية مش بغلو ثمنها. عايزينكم تفكروا كل واحد فيكم هيجيب ايه هدية لمامته. بقيت كل الهدية اللي هجيبها لو مش هتكون غالية وبفلوس كتير. أنا بتمنى أشتري لأمي الغالية على قلبي أجمل هدية وأغلى هدية في الدنيا دي كلها. وانا هروح افتح حصالتي واشوفها وبشتري فيها كام عشان اشتري هدية لماما حبيبتي. مع ان ماما حبيبتي كل ما بشتري لها هدية بتقولي انت هديتي يا ولاء، وهديتي اخلاقك الجميلة، شطارتك وتميزك. عظيمة ربنا يخليها لي. أمير حشرتك فاضية عشان ما كنتش بتشيل حاجة دلوقتي ده عشان تكتب هي الماما زي ما أنا هجيب. كنت يا مشيرة ما تفكرنيش، أنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي. خلاص ما تزعلش، أنا وأنت نجيب الهدية ونقدمها لماما مع بعض. أنت أخويا عليا، بس من بكرة تبتدي تحوش عشان لما يجي عيد ميلاد بابا وماما تعرف تشتري ليهم هدية. أنا اتعلمت الدرس خلاص وهعمل كده فعلا. أنا بقى مش سهلة. بابا هجيب أنا وإخواتي جبنا الهدية امبارح لماما، وشلناها عشان نقدمها لها بكرة في عيد الأم، لأن كلنا بنحبها، لأنها بتضحي عشاننا أول واحدة. نصحى من الفطار وما ينفعش نفطر، وكمان اللانش بوكس بيكون فيه أكل صحي مغذي. ولما بنروح بتشوف واجباتنا وتهتم بدروسها وحاجتنا، ومش بتنام غير لما كلنا ننام، وبعدين تشوف شغل البيت. حقيقي إنسان عظيمة بجد. أحافظ على أمي كل ما حتة إياها. وانت يا وفاء هتعملي ايه؟ مالك ساكتة ليه؟ محوشتيش حاجة ولا ايه؟ لا يا ولاء، أنا مش ساكتة ولا حاجة، أنا بفكر أجيب إيه هدية لماما. أنا مش عارف أعمل إيه، وحصلتي مفيهاش غير كام جنيه وبس. فكر يا سامر هتعمل إيه؟ فكر. أنا هحكي لأصحابي يمكن يدوني أفكار. يا أصحابي ساعدوني أعمل إيه؟ قدم لها شوكولاتة، لكن أمي مش بتحبها. هتلاقي تلك بريد المواعين ده، هتلاقي تلك الموفر تستفاد بيها أحسن. موفر إيه يا عم؟ عندنا في البيت منه كتير. العيد اشتري وردة لها حمرا، فكرة جميلة، لكن أنا عايزة أمي حاجة ليها أجيب. العيد الكبير جرب يشتري لها كحك العيد. أنا أمي بتعمل أطعم كحك عيد في الدنيا دي كلها. اشتري ليها جفص في عصفور كناري نغني لها بالصبح وبالليل. لا ما أقدرش، أمي بتكره تشوف عصفور محبوس في قفص، ودايما بتقول إن العصافير ما اتخلقتش عشان تتحبس في الأقفاص، لكن علشان تطير في السماء. الحصة دي هنعمل كروت عيد الأم، اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه وخلينا نشوف أجمل كروت منكم. مالك يا سامر يا حبيبي في ايه؟ أنا عايزة أدي الأم الغالية على قلبي أجمل هدية. الله طرد حلو خالص، شكرا على هديتك يا سامر. دي مش هدية، ده كارت. أنت بالنسبة لي أغلى هدية، وبكرة هحضر حفلة عيد الأم وهكون فخورة بيك خالص. اصحي يا وفاء، هتتأخري على
المدرسة النهاردة حفلة عيد الأم، انت نسيتي ولا ايه؟ لا يا ماما ما نسيتش، انت هتيجي النهارده؟ ايوه طبعا عشان افرح بيكي واسمع صوتك الجميل بتغني. تمام يا ماما، انا همشي عشان ما اتاخرش. مالك يا وفاء؟ في ايه؟ مفيش حاجه. لا في، انا عارفاكي كويس. هي ماما كويسة؟ كويسه وهتيجي النهارده الحفله، بس للاسف ما قدرتش اجيب لها هديه. انت عارفه بقى الظروف يا مس سمير. ما تقلقيش يا وفاء، امك ست عظيمة وكفايه انها ربتك انت واخوكي بعد موت ابوكي. وعايزه اقول لك ان النهارده المدرسه عامله لهم مفاجاه. مفاجاه ايه يا مس؟ النهارده هي المفروض تكون مفاجاه، بس عشان مش عايزاكي تكوني زعلانه، النهارده في حفله عيد الام هنكرم الام المثاليه وهي امك يا وفاء. بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي يا مس. تشكرنيش انا يا حبيبتي، الشكر كل لمامتك لانها ست عظيمه. يلا بقى الحفله هتبدا والامهات زمانهم على وصول. تمام يا مس. اهلا بالساده الضيوف في حفلنا النهارده. وبعد ما سمعنا اجمل الحان القران الجميل هنوزع على كل ام هديه بسيطه، وكمان هنكرم الام المثاليه. الام دي هي اللي قدرت تستحمل تعب وجهد ومجهود كتير وقدرت تربي اولادهم احسن تربيه، وهي ام التلميذه وفاء. تعالي يا وفاء سلمي الهديه لمامتك. يا حبيبتي يا ماما، كل سنة وحضرتك طيبة وبخير ودايما معايا، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. ولا منك حبيبتي. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعب طيب الأعراق.